احنا كده المصريين دايما بنكبر من بعض في الغربة. احنا كده المصريين دايما بنقف مع بعض في الغربة. احنا كده المصريين دايما تلاقينا ايد واحدة مع بعض في الغربة. بس الظاهر ايه، طارق حامد كانت فاهمة الموضوع غلط لما راح عمل حركة خارجة لمحمد شريف في مباراة دمك والخليج، خلت السعودية والاعلام السعودي والجماهير السعودية حتى جماهير دمك اللي بتشجع طارق حامد اصلا بقت ضده. الله عليك يا طارق يا حامد، بس يا ابني يلا لم شنطتك بسرعه وارجع لينا في نادي الزمالك، احنا اولى بيك وانت اولى بينا. هقول لحضرتك طارق حامد عمل ايه ومحمد شريف كان رد فعله ايه، وجايب لك الفيديو اللي يثبت كل كلمه بنقولها. واغرب لقطه فار في تاريخ كره القدم، بطلها كريستيانو رونالدو. ميسي بياخد الكره الذهبيه الثامنه في تاريخه، لكن رونالدو بيعبى انه يطلع بره المشهد كده، فبيعمل اغرب لقطة فار ممكن تشوفها في حياتك. ومحمد الشناوي لسه مصر انه يبقى سريع الاستفزاز وما بيعرفش يرد على الاسئلة اللي يكون فيها استفزاز بالنسبة له. مدرب صن داونز بيهين النادي الاهلي وبيهين جماهير النادي الاهلي وبيهين تاريخ النادي الاهلي. مدرب صن داونز عدى كل الحدود، والنهارده هرد عليه كزملكاوي بيدافع عن النادي الاهلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اصدقائي واخواتي ومتابعين ومشاهدين افراد اسره ملعب افندينا في كل مكان، اهلا وسهلا بكم ووحشتوني. وكالعاده لا يحلى الكلام الا بذكر خير الانام رسولنا الكريم عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد الخلق اجمعين، رسولنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستني ايه يا ابو الصحاب عشان تدعم اخوك باللايك الجميل، واللي لسه ما اشتركش في القناه فضلا منك وليس امرا اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من افراد اسره ملعب افندين. نخش في موضوعنا بقى، طب يلا بينا. بص يا سيدي، طارق حامد المحترف في دولة السعودية واللي بيلعب في واحد من أقوى الدوريات دلوقتي، واللي راح له محمد شريف عشان يزامله ويبقوا الاتنين المصريين اللي بيلعبوا في الدوري السعودي، إضافة إلى أحمد حجازي قائد وكابتن اتحاد جدة السعودي لكنه مصاب هذا الموسم. لكن طارق حامد اللي كان بيزامل أحمد حجازي في اتحاد جدة دائم المشاكل في السعودية، مرة يقول لفظ خارج ويتوقف عليه وهو بيلعب في الاتحاد، لكن المرة دي إشارة خارجة في مباراة دمك والخليج. ما هو طارق حامد راح دمك وبيلعب هناك دلوقتي، ومحمد شريف بيلعب في الخليج، والاتنين كانوا بيقابلوا بعض، وانتهت المباراة بضربات الجزاء. طارق حامد سدد ضربة الجزاء وقام متجه على الفور لابن بلده، ابننا بقى ولازم نرحب بيه. قام رايح لمحمد شريف وعمل له الحركة اللي حضرتك شايفها معايا دلوقتي. ايه رأي حضرتك؟ بسم الله ما شاء الله، يعني تحس كده ان طارق حامد بيرحب بالترحيب المصري. اخواتنا في السعودية انتم مكبرين الموضوع ليه؟ الراجل ما يقصدش اي اهانة او اي موقف خارج، ده يعني بيرحب بس بالطريقة المصرية العفوية اللذيذة. يا طارق مالك يابا؟ هو انت تقصد بالحركة دي ايه يعني؟ دي تقصد بقى نمبر 1 مثلا ضمك هو نمبر 1 في السعودية، ولا انت نمبر 1 في السعوديه؟ تقصد ايه يا طروق؟ انا مش لاقي كلام ادافع بيه عنك يا ابني، بس احنا كزملكاويه على قد ما احنا يعني حزانه من اللي انت تعمل موقف زي ده، وان حركه زي دي تطلع من طارق حامد وتطلع للاعب مصري، على قد ما احنا فرحانين. هيرحلوك بقى طروقه وترجع لينا تاني يا ابني، يلا احنا اولى بيك وانت اولى بينا. ما علينا يا طروق، الله يكون في عونك من اللي هتشوفه في السعوديه الفتره الجايه. ده كان طارق حامد. طب ايه حكاية اغرب لقطة فار دي وايه دخل كريستيانو؟ هقول لك يا سيدي، كان في مباراة بتجمع نادي النصر ونادي الاتفاق، وكان نادي الاتفاق في الدوري متعادل مع نادي النصر السعودي، وكان النصراوية واخدين المباراة على انها رد اعتبار، مش مجرد مباراة في الكاس، لا ده المباراة دي بالنسبة لهم رد اعتبار وقيمة لنادي النصر عشان بينزلوا ويلعبوا مباراة ولا اروع، وبيفوزوا في النهاية بهدف بدون مقابل. لكن حصلت لقطة هي الاشهر في كرة القدم،
كرة غريبة وعجيبة، الفار بيتدخل فيها وبيحسبها اوفسايد على كريستيانو رونالدو. مفيش مشكلة، ايه المشكلة يعني ان كريستيانو يبقى في الاوفسايد؟ هقول لك مش ده المشكلة، بس زي ما حضرتك شايف معايا كده ان مش كريستيانو هو اللي اوفسايد. يعني ايه؟ يعني الفار خلى كريستيانو يلبس تيشيرت الاتفاق عشان يطلعوا اوفسايد. ده شيء لذيذ وشيء جميل والله. ده ايه الفار الحلو ده؟ ده ايه الفار الجميل ده؟ يعني غير في شكل اللعبة كلها، وغير في تيشيرتات اللعيبة، وغير خلى النصر يلبس لبس الاتفاق، ولبس لبس الاتفاق للنصر. هي دي الوحدة العربية وهي دي الوحدة الوطنية. بص على المشهد بصورة الإيجابية، خليك دايما بتبص لنص الكوباية المليان، مش خالص إن الفار كان نايم أو نعسان أو حتى بيتلاعب. لأ يا إخوانا، إحنا عايزين نخلي النصر هو الاتفاق والاتفاق هو النصر ونبقى إيد واحدة. بس بصراحة أغرب لقطة، وشابوه لحكم الفار اللي طلع لنا طابلوه فني عكي كروي محترم. الله عليك يا ابني، الله عليك، وتسلم إيديك ورجليك. نخش بقى على مين؟ على الشناوي. الكابتن شناوي زعلان ومقموص وبيرد رد مش مهموس. يعني ايه يا ابو الشنانيه اللي انت قلته ده يا شنو؟ يا انه جاوبنا على سؤال الصحفي اللي سألوه لك، كان ايه رد فعلك ان انت تسحب ايدك لما الجون دخل فيك؟ وضح لنا الصورة وعرف لنا انت كنت بتفكر في ايه. الكرة في حوزة ايديك، فجأة لقيناك بتسحب ايدك والكرة بتخش جون. وضح للجمهور الصورة. يقول له نعم يابا، عايز يا حبيبي اوضح لمين؟ والجمهور ماله ان كانت الكرة دخلت فيه ولا ما دخلتش؟ وبعدين انا مش فاهم اوضح لهم ايه؟ جون يا اخوي، الكرة دخلت جون، ها مرضي؟ هي جون. في ايه يا شناوي؟ في ايه يا حبيبي؟ ما تقول مثلا اسأت تقديرها، يعني الشمس كانت في عينيا، ما خدتش بالي، الكرة كانت مفاجأة، ما كنتش متوقع الشوطة. انما ان انت تقول ان الجمهور مش من حقه انه يعرف ردة فعلك دي كانت ايه؟ ازاي يعني يا شناوي؟ امال هو جمهور الاهلي بيتفرج على الاهلي ليه يا ابني؟ مش عايز يعرف كل حاجة وعايز يعرف يا شناوي انت بتعمل فينا كده ليه يا ابني؟ يا ابني يا حبيبي بتعمل كده ليه في جمهور الاهلي يا شناوي؟ مرة الشمس في عينك ومرة الشمس في ايدك. الرحمة حلوة يا شناوي، بس الغلط مش عليك، الغلط على خالد بيبو اللي يطلع لاعب زي محمد الشناوي. كان المفروض هو اللي شايل الليلة في مباراة الذهاب، وتطلعوا تسلموا تسليم اقل للصحفيين عشان يحرجوه ويبقى رد فعله كده. بس مش ده المهم، المهم ان مدرب صن داونز عدى كل الخطوط الحمراء وتجاوز في حق النادي الاهلي العظيم، وتجاوز في حق جماهيره ومديره الفني، وقال هو الاهلي مين ده اللي كل ما يتغلب يطلع يشتكي في التحكيم؟ اذا كنت بتطالبوا بضربة جزاء لبيرسي تاو فانا ليا ضربة جزاء على قفشه، وبعدين انا كنت انا الافضل طول المباراة، نسبة استحواذي 70% والاهلي 30، ده غير ان انا شايط 15 كورة والاهلي 3. الاهلي ما جاش عندنا في جنوب افريقيا، وكان المفروض على الاهلي انه يستمتع بادائنا ويبقى مبسوط كده بالاداء ويتفرج علينا، وانا جاي القاهرة عشان هحط اهداف واصعد على حساب النادي الاهلي. وهنا انا عايز اسال بس المدير الفني بتاع صن داونز سؤال بسيط. كلامك يحترم كرويا، انما انك تقلل من قيمه النادي الاهلي نديك على عينك يا عينيا. ليه بقى؟ لان انت تاريخك ايه في كرة القدم قصاد تاريخ النادي الاهلي؟ اللي تطلع تقول ان الاهلي كل ما اتغلب يطلع يشتكي وانا اللي ما اشتكيتش. انت مين يا ابني؟ انت لو حطيت تاريخ جنوب افريقيا كله الكروي قصاد كفة تاريخ النادي الاهلي، كفة تاريخ النادي الاهلي هتطب وبزيادة. يعني ايه؟ يعني انت ولا حاجة لما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي تقف اجلالا واحتراما لتاريخه. لما تيجي تتكلم عن لعيبه النادي الاهلي تعرف انك بتتكلم عن احسن لعيبه في القاره. لما تيجي وتتحدى جمهور النادي الاهلي وتقول انك هتصعد على حساب النادي الاهلي من القاهره، هو انت يعني تقصد تستفزنا؟ هتشوف رد فعلنا. ولحد هنا بتنتهي حلقتنا، ويا رب تكون الحلقه نالت اعجابكم، ويا رب نكون دايما عند حسن ظن سيادتكم. واللي لسه ما دعمش اخوه باللايك مستني ايه عشان تعمل اللايك الجميل لاخوك؟ واللي لسه ما اشتركش في القناه فضلا منك وليس امرا اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من افراد اسره ملعب افندينا.